السلام عليكم. رحيل احمد عبد القادر عن النادي الاهلي مش دي المشكله خالص. المشكله ان هو راحل رايح فين؟ دي المشكله. هو راحل رايح نادي الزمالك. توقيع احمد عبد القادر لنادي الزمالك، ايه القصه وايه الحوار؟ في البدايه اهلا بكم في قناه تحليلاتكم. ادعمونا بالاشتراك في القناه، فعلوا اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. طبعا يا جماعه بنسبه مليون المية احمد عبد القادر راحل عن النادي الاهلي الى صفوف نادي الزمالك. ودي المشكله. النادي الاهلي ما عندوش مشكله اطلاقا ان احمد عبد القادر يمشي عن صفوف النادي الاهلي، لان احمد عبد القادر دلوقتي غير مرحب به في النادي الاهلي اصلا. سياساته وتفكيره وعقليته دلوقتي لا تتوافق مع عقليه النادي الاهلي او مسؤولين واداريين النادي الاهلي، خلافا عن طبعا الناحيه الفنيه. النادي الاهلي في غنى عن خدمات احمد عبد القادر. دلوقتي هيلعب مكان مين مثلا؟ هيلعب مكان احمد سيد زيزو من رابع المستحيلات، هيلعب برضه من مكان حسين الشحات ايضا من رابع المستحيلات. يعني مكانه مشغول بواحد وباثنين، بسيد زيزو بحسين الشحات. كان فين اصلا احمد عبد القادر عن النادي الاهلي الموسم الماضي؟ هل تاثر النادي الاهلي؟ بالعكس، ولا تاثر ولا حاجه. ولكن مشكله يعني النادي الاهلي ما عندوش مشكله ان هو يمشي ويروح لاي نادي، يروح طبعا لاي نادي في الدوري او حتى بره الدوري المصري. ولكن المشكله الوحيده ان هو يروح الغريم التقليدي نادي الزمالك او بيراميدز. وليه بقى النادي الاهلي خايف؟ ليه لا يروح طبعا نادي الزمالك؟ مش علشان مثلا ان هو يروح وخلاص للغريم التقليدي، لا، هو خايف لا يروح نادي الزمالك ويتألق. في حالة ان هو راح وتألق وسجل اهداف وعمل اداء، هتبقى حاجة صعبة لجماهير النادي الاهلي. والنادي الاهلي طبعا عاوز النجم لما يطلع من فريقه مثلا، يعني كأنه فقد حاجة كبيرة، مش اللي هو مثلا يروح يكسر الدنيا ويقول لك اهو احمد عبد القادر اللي احنا سبناه، اللي كان في النادي الاهلي كسر الدنيا وسجل هدف في النادي الاهلي وهدفين وثلاثة. فدي تحرج وتوجع طبعا النادي الاهلي وجماهير النادي. لكن هم ما عندهمش مشكلة ان هو يمشي. والمشكلة الثانية ان هم لو ما مشوش السنة دي، لسه فاضل عقد سنه طبعا في عقد احمد عبد القادر، النادي الاهلي يقدر دلوقتي يتحكم فيه ان هو ما يمشيش لنادي الزمالك او بيراميدز بمزاجه. ولكن بعد ما تنتهي السنه هيمشي لنادي الزمالك او لنادي بيراميدز، وساعتها النادي الاهلي مش هيكسب من وراه مليم احمر، يعني مليم واحد مش هيكسبه النادي الاهلي. فبالتالي النادي الاهلي بالنارين، يمشيه دلوقتي ويبيعه بصفقه يعني ويربح منها النادي الاهلي، سواء يروح نادي الزمالك او نادي بيراميدز، ولا يقعده في الفريق وهو مش هيستفيد منه فنيا، لانه زي ما احنا قلنا مش محتاجه. مركزه فيه لاعب واثنين، فيها احمد سيد زيزو، فيها حسين الشحات. فبالتالي النادي الاهلي في غنى عن خدمات احمد عبد القادر، ولا يمشيه وخلاص ويكسب من وراه الصفقه. وفي الحالة دي لو تألق مع نادي الزمالك طبعا هتبقى حاجة موجعة لنادي الأهلي، زي ما شفنا مثلا ناصر ماهر لما مشي من النادي الأهلي راح بيراميدز، وبعد كده راح لنادي الزمالك، تألق في نادي الزمالك. إلا بس إن هو الفترة الأخيرة طبعا حصلت له بعض الإصابات، لكن قبل ما يتصاب على طول كان متألق في نادي الزمالك. فده يا جماعة رسميا شبه مليون في المية ان احمد عبد القادر خارج النادي الاهلي، وايضا هيوقع لنادي الزمالك، سواء وقع الانتقالات الصيفيه اللي احنا فيها دي وانتقل بدايه من الموسم اللي جاي في نادي الزمالك والنادي الاهلي يستفيد ماليا من الصفقه، او النادي الاهلي قعده عنده طبعا لحد الموسم اللي جاي ما ينتهي. بالتالي هيروح نادي الزمالك بدون ولا جنيه للنادي الاهلي، او النادي الاهلي يبيعه لاي نادي من انديه الدوري. وده ما يحصلش، لان مش جايه له عروض غير من نادي الزمالك او بيراميدز اللي هم عندهم استعداد ان ياخدوا خدمات احمد عبد القادر. وانا بقول لكم احمد عبد القادر من دلوقتي اهو، احمد عبد القادر في نادي الزمالك بنسبه 100%. ده يا جماعه بخصوص طبعا توقيع وانتقال احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي ومهاجم النادي الاهلي الى صفوف القلعه البيضاء نادي الزمالك. في النهايه ما تنسوش الاشتراك في القناه، فعلوا اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناه تحليلاتكم. سلام عليكم.